في مدينة وجدة، حيث تختلط رائحة الشاي بالنعناع بغبار الشرق، عاش شاب اسمه كريم. كان ابن الحدود، روحه تشكلت من القصص التي تنجرف عبر الخط غير المرئي الذي يفصل المغرب عن شقيقته الجزائر. كان يقضي أيامه يحلم بعالم بلا أسوار، عالم تستطيع فيه القلوب أن تسافر بحرية حتى لو لم تستطع الأجساد ذلك. كان ينظر نحو الأفق، مكان يمكنه رؤيته ولكن لا يستطيع لمسه أبداً، وشعر بارتباط بالناس على الجانب الآخر. كان يعرف أغانيهم ويفهم لهجتهم، وشعر بوجودهم كطرف خفي، جزء منه مفقود بشكل لا يفسر. كانت حياته لحناً هادئاً يعزف على خلفية صامتة لحدود مغلقة. بعيداً عن وجدة ولكن قريبة جداً في الروح، عاشت شابة اسمها ياسمينة. كانت من مدينة مغنية الجزائرية، مكان يعكس وجدة في ثقافته وروحه. ياسمينة أيضاً كانت حالمة، قلبها مليء بالفضول تجاه الأرض التي تقع وراء متناول يدها. سمعت همسات المغرب في السوق، في لهجات الكبار، وفي الموسيقى التي تحدث الانقسامات السياسية. كانت الحدود ندبة على الأرض، ولكن بالنسبة لها كانت أيضاً مصدراً لافتتان عميق. كانت شهادة على تاريخ مشترك وتراث مشترك وشوق مشترك للوحدة ينبض تحت سطح الصمت الرسمي. غالباً ما تساءلت عن حياة أولئك على الجانب الآخر، حياة تشبه حياتها كثيراً ولكنها مفصولة بحاجز من السياسة والرمال. عوالمهم على الرغم من انفصالها جسدياً كانت مقدر لها أن تتصادم في الفضاء اللامحدود للإنترنت. كانت حدوداً رقمية لا يراقبها حراس ولا تتطلب تأشيرات. في إحدى الأمسيات بينما كان يتصفح منتدى مخصصاً للموسيقى الأندلسية، عثر كريم على تعليق كتبته ياسمينة. كانت كلماتها كأغنية مألوفة تتردد مع مشاعره الخاصة حول الفن والهوية والانتماء. رد عليها وردت هي أيضاً. كانت محادثتهما الأولى مترددة، رقصت كلمات حساسة، لكنها سرعان ما ازدهرت إلى شيء أكبر. اكتشفوا عالماً من الشغف المشترك، من شعر درويش إلى طعم نفس الحلويات التي كانت جداتهم تصنعها. أصبحت الشاشة نافذتهم، جسرهم، كل شيء بالنسبة لهم. من خلال المحادثات الليلية ومكالمات الفيديو بنوا عالماً خاصاً بهم، ملاذاً منسوجاً من البكسلات والوعود. تحدثوا عن كل شيء ولا شيء، تشاركوا التفاصيل الصغيرة لأيامهم والأحلام الكبيرة لمستقبلهم. كان كريم يصف غروب الشمس فوق وجدة، وكانت ياسمينة تخبره عن ضوء الصباح في مغنية. كانا روحين من نفس القبيلة، انفصلا عند الولادة بخط مرسوم على الخريطة. كان ارتباطهما تمرداً هادئاً، شهادة على حب رفض الاعتراف بوجود الحدود التي كان من المفترض أن تبقيهم وشعبهم منفصلين. بعد شهور من العيش عبر الشاشات، لم يعد العالم الرقمي كافياً. أصبح الشوق لرؤية بعضهم البعض شخصياً ألماً، همهمة مستمرة تحت سطح حياتهم اليومية. كان عليهم أن يلتقوا، ولكن كيف؟ معبر الحدود الرسمي، زوج بغال أو البغلين، كان شبحاً لذاته السابقة، مكاناً من الخرسان الصامتة والبوابات الصدئة. كان يقف كنصب التذكار لانفصالهما، لذلك وضعوا خطة رحلة حج إلى حافة عوالمهم الخاصة. سيلتقيان عند نقطة على طول الحدود غير الرسمية، مكان لا يعرفه سوى السكان المحليين، حيث كانت الأرض لا تزال برية والخط الفاصل بين بلديهما مجرد اقتراح. وصل يوم لقائهما مثقلاً بالترقب. سافر كريم شرقاً وقلبه ينبض بمزيج من الأمل والخوف. سافرت ياسمينة غرباً وعقلها يتسابق بنفس المشاعر. وصلوا إلى المكان المحدد، امتداد قاحل من الأرض تحت سماء واسعة لا ترحم. وهناك عبر خندق الضحل وبضعة أسلاك شائكة رأيا بعضهما البعض أول مرة. كانت أجمل من صورتها، وكان هو أكثر واقعية من صوته على الهاتف. للحظة وقفا هناك يفصل بينهما بضعة أمتار، بدت وكأنها محيط بأكمله. لم يكسر الصمت سوى صوت الرياح التي تهب عبر العشب الجاف. لم يتمكن من لمس بعضهما البعض، لم يتمكن من الإمساك بأيدي بعضهما البعض، لم يتمكن من المعانقة. الحدود
ذلك الخط القاسي والتعسفي منعت ذلك، فتحدثان وحملت أصواتهما عبر الفراغ، صرخا بمشاعرهما وإحباطاتهما وأحلامهما في الريح، تشاركا وجبة يفصل بينهما سياج، كل منهما يأكل من سلة خاصة به، ولكنهما يركان التجربة وكأنهما يجلسان على نفس الطاولة، ضحكا على سخافة الأمر كله، شخصان قريبان جدا ولكن بعيدان بشكل مستحيل. شاهد كيف التقطت الشمس شعرها، وشاهدت كيف تجعدت عيناه عندما ابتسم. كان لقاء أرواح، ارتباط عميق تشكل عبر حاجز مادي. أصبح ذلك اللقاء الأول طقساً مقدساً. عاداً إلى ذلك المكان كلما استطاع ملاذهما السري. كانت كل زيارة سمفونية حلوة ومريرة من الفرح والحزن. كان فرح رؤية الشخص الذي يحبانه وسماع صوته دون فلتر مكبر الصوت، ولكنه كان أيضاً حزن التذكير المستمر بمأزقهما. كان السلك الشائك شخصية في قصة حبهما، خصم صامت كان موجوداً دائماً. كان وقتهما معاً دائماً محدوداً، دائماً عابراً، وينتهي دائماً بفعل مؤلم من إدارة ظهورهم والمشي بعيداً، عائدين إلى عوالمهما المنفصلة حتى المرة القادمة. لم تكن الصعوبات التي واجهوها مجرد الحاجز المادي للحدود نفسها، بل الصدى الذي خلقته في كل جانب من جوانب حياتهم. كانت قصة حبهما معركة مستمرة ضد اللوجستيات والبيروقراطية. كل خطة وضعوها تعقدت بسؤال كيف يمكنهم بناء مستقبل معا بينما لا يستطيعون حتى مشاركة فنجان قهوة في نفس الغرفة. لم تكن الحدود المغلقة مجرد قرار سياسي، لقد كانت جداراً يلقي بظلاله الطويلة على علاقتهما، محولاً الأحلام البسيطة إلى تحديات هائلة. كان تذكيراً يومياً بأن حبهما يعتبر شذوذاً، شيئاً يتعارض مع النظام القائم. عائلاتهم على الرغم من تعاطفها كانت أيضاً عملية. قلق والدة كريم عليه ورأي الألم وعدم اليقين الذي تحمله. إنها من عائلة طيبة، نعلم ذلك، كانت تقول والدته، لكنها هناك وأنت هنا. كيف ستنتهي هذه القصة يا بني؟ واجهت ياسمين أسئلة مماثلة من أقاربها. رأوا الحزن في عينيها بعد كل عودة من الحدود، خشوة أنها تستثمر قلبها في حلم مستحيل، قصة حب مصيرها الانكسار. أضاف وزن مخاوف عائلاتهم طبقاً أخرى من التعقيد، عقبة أخرى يجب التغلب عليها في طريقهم الصعب بالفعل. كان الثمن العاطفي هائلاً. كانت هناك أيام من الوحدة العميقة حيث بدت المسافة لا تطاق. يوم سيء في العمل، انتصار شخصي صغير، لحظة جمال بسيطة. كانت هذه أشياء يتوقون إلى مشاركتها شخصياً، ولكن لا يمكنهم نقلها إلا عبر الشاشة. الاتصال الرقمي الذي كان معجزة في السابق بدأ أحياناً وكأنه بديل القاس للواقع. شاهدوا يتزوجون ويبنون منازل ويؤسسون عائلات، كلها طقوس وعبور بسيطة بدت معقدة بشكل مستحيل بالنسبة لهم. كانت علاقتهم موجودة في حالة تعليق دائم، شيء جميل ولكنه هش، مهدد باستمرار بالواقع القاسي لانفصالهما. كان عليهم أن يصبحوا مبدعين، يجدون طرقاً جديدة لسد الفجوة. كانوا يشاهدون نفس الفيلم في نفس الوقت، يضغطون على زر التشغيل بتزامن تام، يرسلون لبعضهم البعض ردود أفعالهم. أرسلوا طروداً عبر طرق معقدة، عبر الأصدقاء المسافرين عبر أوروبا، فقط لتبادل هدايا صغيرة، كتاب وشاح، وعاء من المربى محلي الصنع. كانت هذه الأفعال الصغيرة من التحدي طريقتهم في المقاومة، في الإصرار على ارتباطهم. كانوا يبنون جسراً خاصاً بهم، قطعة منسوجاً من الحب والصبر ورفض لا يتزعزع لقبول الحدود كقدر لهم. على الرغم من كل العقبات، ظلت قلوبهم مليئة بالأمل. لم يكن حبهما مجرد شعور، لقد كان خياراً واعياً اتخذوه كل يوم. كان وعداً بالانتظار، بالصمود، وبالإيمان بمستقبل يمكنهما فيه أخيراً أن يكونا معاً. كان حلمهما بسيطاً ولكنه عميق، حياة لا تملي فيها الحدود جغرافية قلوبهم. حلماً بالاستيقاظ في نفس المدينة، بالسير في الشارع ممسكين بأيدي بعضهما البعض، بزيارة عائلات بعضهما البعض دون خطى سفر معقدة.
حلماً بزفاف يمكن أن تحتفل فيه كلتا العائلتين معاً. اندماج التقاليد المغربية والجزائرية تحت سقف واحد. غالباً ما كانت محادثاتهم مليئة بالخطط لهذا المستقبل. في أحد الأيام سيقول كريم: سأريك ساحة جامع الفن في مراكش عند غروب الشمس. وسجيب ياسمينة: وفي أحد الأيام سآخذك لترى الآثار الرومانية في تيمقاد. كانوا يرسمون خريطة لحياة مشتركة، حتى لو لم يكن للخريطة طريق واضح بعد. لم تكن هذه الأحلام مجرد تخيلات، لقد كانت الوقود الذي أبقى أرواحهم حية. كانت إعلاناً للإيمان بقوة حبهما للتغلب في النهاية على الحقائق السياسية التي أبقتهما أسيرين. كان أملهم عملاً من أعمال المقاومة ضد اليأس الذي هدد بالتسلل. كانوا يعلمون أن قصتهم أكبر من مجرد شخصين، كانت انعكاساً لقصة شعبيهما المتشابهين جداً في الثقافة واللغة والتاريخ، ومع ذلك يفصل بينهما خلافات سياسية. كان حبهما رمزاً للرابطة العميقة التي لا تنكسر بين المغاربة والجزائريين، رابطاً لا يمكن للسياسة أن تمحوها أبداً. لقد مثلوا العائلات التي لا تعد ولا تحصى، التي قسمتها الحدود، والصداقات التي أرهقتها المسافة، والتراث المشترك الذي يتوق إلى لمس الشمل. شعروا بمسؤولية إبقاء حبهم حياً، ليس فقط لأنفسهم، ولكن كمنارة أمل لكل من آمن بالوحدة. قصتهم في الوقت الحالي لا تزال غير مكتملة، فصل ينتظر أن يكتب. يواصلون اللقاء على حافة عوالمهم، حبهم معلق بين أرضين، لكنهم لا يشعرون بالإحباط. إنهم يعلمون أن الحب هو أقوى قوة للتغيير، وأن الاتصال البشري أكثر ديمومة من أي حاجز من صنع الإنسان. أملهم لهيب هادئ، ولكنه قوي، يرفض أن تطفئه رياح السياسة. إنه شهادة على فكرة أنه في يوم من الأيام ستلين الحدود وستفتح البوابات، وسيكون حبهما جنباً إلى جنب مع صداقة شعبيهما، قادراً أخيراً على السير بحرية تحت نفس شمس شمال إفريقيا.